الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حلقة جديدة من برنامج ببساطة مهمة اليوم، واستكمالا لحلقة قبل كده اللي هي الكريستال، وإن إحنا عايزين كلامنا يبقى واضح. النهارده هديك مهمتين. أول مهمة، لأن طبعا الكلام مهم، لأن كلامك هو اللي بيوصل شخصيتك للغير، هو بيوصل أفكارك للغير، وبالتالي بيسمع كلامك وثقتك بتبقى كويسة في نفسك كده. فمهمتك بكرة إن شاء الله أول حاجة عايزك تقف وقفات في كلامك. يعني الرؤساء دايما هما بيتكلموا في الخطب تلاقيهم يقفوا وقفات، حتى بيسموا بوز تكنيك. يعني انك انت من التكنيك ان انت تقف وقفات كده عشان الناس تفهم منك كلامك. دي المهمه الاولانيه. فوانت بتتكلم بكره عايزك تاخد بالك وانت بتتكلم ان انت تقف وقفات كده، يعني تتكلم وتقف عشان اللي قدامك يبتدي يفهم ويستعيد او يبتدي يجمع كلامك. الموضوع الثاني فوليوم الصوت، لا صوتك يبقى عالي قوي ولا صوتك يبقى واطي قوي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد فيسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. يعني شوف الفوليوم الصوت ومستوى الصوت عامل ازاي. اللي صاحي يسمع فيرد السلام، واللي نايم ما يصحاش. كان يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. فيبقى اذا عندك بكره مهمتين: مهمه ان انت تقف الوقفات دي عشان حتى يعقل منك، والمهمه الثانيه فوليوم الصوت نظبطه، لا يكون منفر او عالي فان انكر الاصوات لصوت الحمير، ولا ان هو يكون واطي قوي فلا يفهم منك. هذا والله تعالى اعلى واعلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.